بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في التجمع في جنوب الأكاديمية. بصوا يا جماعة، ده نخل. شايفين الحاجات البيضاء اللي على الورق دي؟ كل الحاجات البيضاء اللي انت شايفها دي حشرات قشرية، فصيلة من فصائل الحشرات القشرية. يعني في فصيلة بتصيب المانجا، في فصيلة بتصيب النخيل. لذلك لما نيجي نرش حشري نرش كل الجنينة اللي عندي. طيب انا عندي نخل بالطريقة دي، هنقل منه فسايل. الفسايل ليها وقت معين للنقل، عندك 12 1 2. طيب انا عايز اقل من النخله دي، ما تخليش حد يمد ايده على جريده في النخل ويشيلها في الصيف، والا هيجي لك دبور البلح وممكن يدمر لك النخله اللي عندك. يعني لو عايز اشيل الجريد بتاع النخل اشيله في الشتاء، في شهور الشتاء. طيب اللي في المانجا ده برضو نفس القصه، فصيله من فصائل الحشرات القشريه اهو. الابيض اللي انت شايفه ده، الحاجات الصغيره البيضه دي اهي، كل دي حشرات قشريه. حل الحشرات القشريه ان انا لازم لما لازم ارش زيت نباتي مع المبيد الحشري. ليه بنرش زيت نباتي مع المبيد الحشري؟ الحشره دي، الحشره اللي انت شايفها دي، خلاص الحشرات القشريه دي اهي البيضه دي، الحشره دي بتغلف نفسها بطبقه شمعيه، بطبقه شمعيه. الطبقه الشمعيه دي لها دورين، الطبقه الشمعيه دي لها دورين في الحشره. الدور الاول ان هي بتحمي نفسها من افتراس الكائنات الحيه الاخرى، يعني ما تجيش حاجه وتفترسها. لان الطبقه الشمعيه دي بتطلع، يعني بنعمل نقول ايه، بتفرز بعض المواد النافرة لبعض الحشرات الأخرى، الحشرات المفترسة. في حشرات بتاكل حشرة، زي أبو العيد مثلا، أبو العيد الاثنى عشر بياكل حشرات كتير، من ضمنها الباقي دي والحشرات القشرية. فبتطلع ريحة كريهة، المادة الشمعية دي بتنفر الحشرات الأخرى إن هي تاكلها. طيب المادة الشمعية دي إيه دورها التاني؟ إن هي بتحمي الحشرة من البرودة. طب إيه دورها التالت اللي هي المادة الشمعية اللي بتغلف نفسها بيها؟ دورها الأهم انك لما بتيجي ترش مبيد حشري، المبيد لا ينفذ الى داخل جسم الحشرة، لا ينفذ الى داخل جسم الحشرة. طب ايه الحل؟ الحل ان انا ارش مبيد حشري جهازي مش ملامسة. يعني الحشرة دي بتمص العصارة، فالمبيد الجهازي بيمتص عن طريق العصارة، فبيعمل سمية في النبات، فتيجي هي تاكل العصارة، بتمص العصارة فتيجي تاكل العصارة فتموت. يبقى انا بسمم الشجره كلها، يبقى كده موتها عن طريق المعوي، هي كلت الحاجه فماتت. طيب ليه بنحط الزيت تاني؟ نرجع للزيت. بنحط الزيت عشان يدوب الطبقه الشمعيه دي، فتتعرض للظروف المناخيه سواء حر او برد فتموت، تتعرض للمبيد الحشري اللي انا هرشه فتموت. يبقى الحل في الحشرات القشريه لازم كل رش يكون معايا زيت نباتي ونوعية نظيفة، عشان ما اعملش احتراق لاوراق النباتات عندي. طيب ايه غير الزيت النباتي؟ احنا بنقول دايما في الرش الحشري ما ينفعش احفظ مادة فعالة واحدة واقعد شغال بيها على طول على طول على طول، خلاص ده غلط. لازم كل رشة والتانية اغير المادة الفعالة. يعني لازم يكون عندك في بيتك 4 مواد فعالة لازم يكون موجودين عندك، والخامس بتاعهم هو مانع الانسلاخ، حاجة أساسية. لازم يكون عندي كل المواد دي لازم تكون عندي عشان أعرف أسيطر على الحشرات، ويبقى عندي نبات قوي وصحي ومفيش أي مشاكل حشرية عندي.